يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ عارفه لما تبصي في المرايه وتلاقي جبهتك عريضه شويه وخدودك بارزه ودقنك رفيعه او نازله على شكل حرف في، ساعتها ممكن تقولي لنفسك هو انا شكلي غريب ولا انا فيا حاجه مش متناسقه. في الحقيقه انت مش بس غريبه، انت عندك واحد من اندر وارق اشكال الوجوه، هو شكل الوجه القلب. الوجه القلب بيكون بيجمع ما بين القوه في الجزء اللي فوق والرقه من تحت، ومهمتك في الستايلينج تكون ازاي توازني بين الاتنين باسلوب ناعم وذكي. في الفيديو ده هقولك كل حاجة محتاجاها عشان تبرزي جمالك، والمهم اننا مش بنغير شكلنا، احنا بنبرزه صح وبنحب كل تفصيلة فيه. ويلا بينا نفتكر مع بعض ملامح الوجه القلب، وندي مثال بالارقام علشان تكوني متأكدة. الوجه القلب بيتميز بجبهة عريضة وعظم خد واضح ودقن حاد او صغير شوية بيتشكل زي حرف في مقلوب. قصات الشعر المناسبة للوجه القلب التسريحات اللي بيكون فيها حجم عند الفك او الرقبة علشان توازن ما بين الدقن الرفيع والجزء اللي فوق، والكيرلي او الويفي الطبيعي، والغرة الجانبية او الكورتين بانكس لانها بتقلل من عرض الجبهة، وكمان الشعر القصير اللي بينتهي عند الدقن او تحته بشوية. ونتجنب التسريحات المرفوعة بالكامل زي ديل الحصان المشدود او الغرة المستقيمة اللي بتبرز الجبهة اكتر، والشعر الطويل المفروض من غير طبقات او حجم عند الفك. والحجاب نختار اللفات تكون بسيطة وناعمة حوالين الوجه، والافضل تكون اللفة فيها شوية عرض من عند الرقبة علشان توازن الدقن، ونبعد عن اللفات اللي بتشد الوجه لفوق او تخلي الجبهة باينة اكتر، وكمان اللفات اللي بتكون ضيقة قوي حوالين الوش من غير ما تدي اي عرض او نعومة في منطقة الفك. اما الياقات فبنختار دايما الياقة اللي بتكون على شكل في او الياقة المدورة علشان تفتح منطقة الدقن وتدي توازن اكتر، والياقات المفتوحة بشكل خفيف لانها بتتناسب اكتر مع شكل الوش ده. ولو بتلبسي تيرتل نيك اختاريها تكون ناعمة ومتناسقة مع الاكسسوار، وابعدي عن الياقات العالية جدا بدون اي مساحة مكشوفة او التصميمات اللي بتكون تقيلة قوي حوالين الرقبة لانها بتبرز شكل الدقن اكتر. والاكسسوارات نختار الاقراط القصيرة او المدورة او اللي بيكون حجمها صغير، والسلاسل القصيرة اللي بتقف عند الترقوة او عند بداية الصدر، ونبعد عن الحلقان الطويلة الرفيعة والسلاسل الطويلة قوي اللي بتشد العين لتحت وتركز على الدقن. وفي المكياج نعمل تحديد خفيف للدقن بخط ناعم، ونبرز الوجنتين ببلاشر مايل للخارج، وكمان نحط هايلايتر يكون خفيف منطقة منتصف الجبهة علشان نقلل العرض، ونعمل الحواجب تكون طبيعية بانحناء بسيطة، ونبعد عن الكونتور الحاد جدا على الدقن اللي بيخليها تكون ارفع من اللازم، وكمان نبعد عن التحديد القوي قوي للجبهة بالبرونزر او الكونتور، كمان البلاشر الدائري قوي اللي بيكون في نص الخد. وفي النضارات نختار الفريم البيضاوي او المدور والفريمليس او اللي بيكون بفريم ناعم، ونتجنب تماما الاطارات اللي بتكون العريضة قوي او بزوايا حادة خصوصا من فوق، وكمان الفريم اللي بتكون ضخمة قوي لانها بتزود من عرضة الجبهة. في النهاية أحب أقول لكم إن شكل وش القلب مش محتاج يتغير، هو محتاج يتشاف بجماله الطبيعي. الجبهة العريضة مش عيب، بالعكس دي علامة قوة وذكاء وثقة، والدقن الرفيع بيدي لمسة أنوثة ورقة مميزة. وزي ما بنقول دايما الستايلينج صح مش بيغير ملامحنا لكن بيوازنها ويبرز اجمل ما فينا. خدي النصايح اللي شاركتها النهارده كادوات تساعدك تظهري جمالك الداخلي والخارجي، ولو حسيتي انك من اصحاب وجه القلب جربي الخطوات دي وقوليلي في الكومنتات ايه اكتر حاجه حسيتي انها فرقت معاكي. ولو عندك اي سؤال او محتاجه نصيحه خاصه اكتبيلي تحت وهرد عليكي ان شاء الله. وما تنسيش تعملي لايك وشير علشان بنات اكتر تستفيد. ولو حابين نكمل الكورس ونخش على المرحله الجايه قولولي في الكومنتات. وباي باي يا مبدعين، واشوفكم على خير ونكمل حكايتنا في الفيديو الجاي.